السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. معلش الفيديو اللي فات كان فيه حاجه حصلت في التصوير وفي المايك وكل الكلام ده، فالفيديو ما اتصورش، عشان كده اتاخرنا عليكم اسبوع. فزي ما وعدتكم ان احنا هنطلع بره وهنشوف اماكن جديده وهنقارن الاسعار. فانا النهارده اخدكم معايا في مكان بيبيع الاكل والشرب والمستلزمات، وهنشوف كل حاجه وهنقارن الاسعار. فانا خدته، يلا بينا هندخل على وول مارت النهارده. احنا وصلنا جوه، واول ما بتدخل من الباب بيبقى ده المنظر قدام. فده المكان، اول ما انت بتدخل على طول بتلاقي المكان ده قدامك. طيب احنا دخلنا جوه. في طبعا حاجات كتير جدا هناخدها خطوه بخطوه. دي ازاز ميه على فكره تحفه، بحبها جدا. دي بكام؟ دي ب $2 و98 سنت، فهي تحفه صراحه. عليها اللوجو ده بتاعهم ده علشان في شهر 7 اللي جاي هيبقى الاحتفالية اللي هي بتاعت 4th of July، عيد الاستقلال هنا. فهتلاقوا كل حاجة بالثيم بتاع عيد الاستقلال. فيلا بينا. بمناسبة كأس العالم برضو في كور حلوة قوي، حوالي $10. ضعف لو عايزين ديودرنتس برضو عشان كأس العالم $6، $6 و97. شاور جل نفس الكلام. طبعا هو المكان كبير جدا، في حاجات كتير، فهحاول على قد ما اقدر ان احنا نجمع كل حاجه مع بعض. تمام. احنا عايزين نبتدي بالجزء بتاع الاكل، فانا بدور هو فين اصلا. طيب انا لقيت حاجه تانية قبل ما نروح لحد الاكل. الاجهزه الكهربائيه او التي في ده، مثلا التلفزيونات والحاجات دي، فقلت اوريها لكم بالمره. ف ده فايزو تي في 75 انش، عامل 589. على فكرة البراند ده حلو قوي، انا جربته قبل كده كويس. وده TCL ده 43 ب $150. والهايسنس ب 450، يعتبر يعني 450. الفايزو التاني ال 50 انش برضو ب 208. تعالوا لسه في كتير. ده TCL 43 و 158. الان ده حلو، ده حاجة صغنططة 32 انش ب 68. فتقريبا زي ما احنا شفنا كده التلفزيونات كلها نفس السعر. ده البلاي ستيشن 5 ده، مش لاقي، بحاول الاقي السعر بتاعه فين. ممكن نشوف هنا لو موجود. بس هو انا اخر مرة كنت سألت كان حوالي $350، $355. دي سماعات بتاعت بلاي ستيشن وبراندات تانية. تمام. ودي الجويستكس ب $75 اولموست تقريبا. ودول علشان اشكال مختلفة ب 85، هي 84 88 يعني 85. دول مختلفين، دول بحوالي $200. بعد كده دي الالعاب بتاعت البلاي ستيشن كلها من اول رينج $50، في حاجات ب 35 39 لحد $70. كل اللي انت محتاجه هنا في الموضوع ده اهو ده السعر بتاعه. ده ب 650، ده ب 600، ده ب 900. وده الميتا ال 3D برضو اسعارها هنا $500، 350. ودي الاكسسوارات بتاعتها بصراحة ما افهمش فيها، فمش هقدر افيدكم في الموضوع بتاعها ده. دي برضو بقية الالعاب بتاعت البلاي ستيشن، بس دي اسعارها اظن ارخص شويه عشان فيها بلاي ستيشن 4. احنا بنتكلم في $20. في حاجات تانية برضو ب 20 بلاي ستيشن 5. تمام. وهنا
الاكس بوكس، كل الحاجات دي بقية التلفزيونات. طبعا التلفزيونات هنا بالهبل. بعدين ده البرينترز اهو. المارت الميزة اللي فيه ان هو فيه كل حاجة انت محتاجها. دي الكارتج بتاعت البرينترز، حاجات اللابتوب بقى، الميموري كارد والفلاش درايف، كيبوردات، كابلات، حتى المشتركات هنا موجودة ب10 دولار. فالماوس والشنط وكل حاجة هنا موجودة. ده برضو هاي هاو doing. ده الايس بوكس برضو 25 دولار، حلو قوي على فكرة. هنا فيه هدوم لو حابين الهدوم. هنا بقى الاكل بتاع الحيوانات، الكلاب والقطط. طبعا الموضوع هنا كبير جدا. انا برضو على فكرة ببص معاكم، احتجت حاجة للبابي بتاعي ممكن نجيبها له. دي على ما اعتقد دي السراير بتاعت الكلاب، ودي الاقفاص بتاعتهم. دي مراتب برضو للكلاب. كل دي الحاجات بتاعت الكلاب. دي البوكسات بتاعت الكلاب. ده برضو زي ما احنا لسه موجودين حاجات الحيوانات. دي الهدوم بتاعت الحيوانات برضو، الكلاب والقطط وكده، واللعب بتاعتهم والحلويات بتاعتهم اللي هو البسكوت والحاجات دي اللي بتديها لهم. لسه برضو مكملين في حاجة الحيوانات. كل ده بقى عصافير، كلاب، قطط، سحالي لو عندك سحلية عايز تربيها، كل ده هنا. بعد كده دي الحاجات بتاعة التنظيف والغسيل، المسحوق. طبعا انت هنا لما بتيجي تأجر شقة، اول ما بتيجي طبعا بيبقى فيها الغسالة وفيها اللي هو مجفف الملابس. فانت كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تشتري الحاجة بتاعتك بتاعت الغسيل. فانت مش محتاج ان انت تشتري الجهاز ذات نفسه. وطبعا عندك يعني مختلف الاسعار، 15 دولار للطاير الكبير ده. في انواع كتير بقى، طول ما انت ماشي هتشوف على يمينك وعلى شمالك الانواع. اسعارهم برضو ما بتبقاش غالية قوي، يعني 20 دولار دي هتجيبها. دي حجمها 5.5 لتر، هتقعد معاك حوالي شهرين مثلا. يعني انت لو بتغسل كل مرتين 3 في الاسبوع هتقعد معاك شهرين. وفي البادز بتاعتها. وده الايل بتاع الحاجات، يعني الممر اللي فيه الحاجة بتاعت التنظيف، الحاجات بقى بتاعت الحمام والارض والكلام ده كله. يعني انت مفيش حاجة انت محتاجها مش هتلاقيها هنا. هتلاقي كل اللي انت عايزه، كل حاجة موجودة. المناديل بأحجامها المختلفة. ده برضو لسه احنا في التنظيف والمكانس والحاجات دي. الأكياس، راد بتاع الحشرات، يعني الحاجات دي موجودة هنا. دي المناديل والكوبايات البلاستيك والأطباق البلاستيك. صراحة أنا شخصيا بحب الموضوع ده أوي. تمام، باجي أجيب بتاعة زي دي كده فيها حوالي 150 طبق. يعني انت بتبقى راجع بقى من الشغل مكسل وكده، فانت مش محتاج بقى ان انت تحط في طبق وتغسل وتعمل. بحط الاكل في دي، باكل، بخلص، مع السلامة. عندك بقى انواع مختلفة، يعني من اول $3 للباكت ده اللي فيه 20. عندك ده من الماركات الحلوة جدا ب13، فيه ب5. عندك الحاجات الكبيرة دي برضو دي $5. كل حاجة. وكوبايات البلاستيك هنا موجودة. ودي بقى المناديل والأكياس بتاعت السندوتشات.
اسعارها مش وحشة خالص. الحاجات دي بتنفع يعني. الفويل ده مثلا 150، فالحاجات دي بتنفع وانت موجود. لسه احنا برضو في المنظفات والمناديل. بس واخيرا بقى احنا داخلين على الجزء بتاع الاكل. تمام، وصلنا الحمد لله. وهنبتدي، تعالوا يلا بينا هنبتدي بايه؟ بمنتجات الالبان. حلو، فهي الوش دي هنروح عليها على طول. فده السكيم ميلك واللبن على طول. هنا الأحجام بالمنظر ده، الجوالين دي ولا الشراكن. تمام. الفوم، الكريمر، حاجة القهوة كلها. ده من العصاير اللي أنا بحبها جدا، حلوة قوي، اللي هو سيمبل أورنج. ده الإزازة $7.28. إزازة حوالي 2 لتر، يعني 2 لتر و200. في منه بقى الباينابل، في منه بقى أناناس، بطيخ، كريز، التفاح، ليمون، يعني اعتبر في منه كل حاجة. وده عصير البرتقال هنا $3 الجيركن ده كله. مش عارف، هو مجهد شوية تقريبا، الغطا بتاعه داخل جوه، مش عارف ليه. وفي طبعا النكهات التانية. وهنا دي الناحية التانية من اللبن، ده البيض. تمام. الكرتونة دي فيها 60 بيضة $7.13، يعني 60 بيضة. فيقعدوا معاك بقى، معرفش قد ايه، انتوا احسبوها يعني. في دول 18، تمام، ودول 2 مع بعض، فانت بتتكلم 36 بيضة. وعندنا بقى هنكمل الباقي. الزبدة بأسعارها كلها بكل الأنواع بتاعتها، يعني ب4 وب3. طبعا بتختلف من نوع للنوع التاني، والحجم والوزن. بكده في الزبادي. بنكمل هنا بالنسبة للزبادي، دي الأسعار بتاعته: $4، $6. ده استخدام يومي، تمام، $2، يعني ده حاجة شخصية ليك انت تاكله على طول. أنا لسه جايب ده، تمام. ده كويس، نون فات، مفيهوش أي دهون، زيرو سكر، تمام، حلو جدا. عندك بقية الأنواع بتاعته. وهنا الجبنة القريش، وفي جبنة قريش. وبعد كده هنا اللي هو الساور كريم، جبنة الحامضة أو الحامضية. وبعد كده بقى عندك بقية أنواع الجبن كلها. والصدق، ده صدق مكسيكي، وده الصدق الإيطالي. دي التورتية. بعد كده بتدخل في أنواع الجبن، دي برضو جبن مكسيكية حلوة جدا. بعد كده بتدخل في الشيدر، ده الستيكس، عاملة $2 برضو. ده كل ده الستيكس. دي الكوبيان مونتري جاك برضو $2 تقريبا. كل أنواع الجبن هنا $2 ما عدا دي، عشان دي كبيرة $5. وده نوع مختلف اللي هو الكرافت. ده جريت فالي، ده اللي هو بتاع وول مارت اللي هو بيعمله. دي الأسعار كلها بتتراوح ما بين من $2 ل$5، يا إما بقى الأحجام الكبيرة دي $8. تمام.
احنا بقى خلصنا الجزئية بتاعة الجبن والحاجات دي الجزئية بقى بتاعة الفراخ واللحمة، وهي دي يعني أكتر جزئية الواحد بيستهلكها. ده التركي، الديك الرومي المفروم، بالأسعار بتاعته بقى مختلفة، 5 دولار 6 دولار على حسب الوزن. دي الأسعار بتاعت الفراخ زي ما احنا اتكلمنا عليها. هنا بقى الجزئية بتاعت اللحوم، تمام. زي ما انتم شايفين السعر ب 8 دولار 92 سنت للباوند، اللي هو 450 جرام. اللحمة المفرومة بقى هنا بجميع انواعها، انت هتلاقي الفات بتاعتها مكتوبة قد ايه لين وقد ايه فات، يعني الدهون ونسبة اللحمة للدهون على كل حاجة، تمام. بمختلف بقى الانواع بتاعتها هنا، وطبعا بمختلف الاحجام برضو موجودة. وبصراحة الجزئية دي من الأجزاء الحلوة جدا، لأن هي فيها اللحمة متبلة جاهزة، فأنت بتاخد الباكت على طول تروح تحطه على النار يستوي. يعني لو أنت مستعجل في الشغل، لسه راجع من الشغل. برضو هنا الريب آي ستيك، الريب آي ستيك ب 15 دولار و17 سنت. كل بقى القطعيات بتاعت اللحمة هنا هتلاقيها موجودة. ودي مثلا عليها اوفر، كانت ب 14 دولار 78 بقت ب 10 دولار و64. دي السيرلوين اللي هو الفليتو على ما اعتقد، يعني ممكن تصلحوا لي تحت في الكومنتس لو انا بقول حاجه غلط. دي بقى عجباني قوي، تمام، لان هو بيديك الوجبه على بعضها، فهو مديك حته اللحمه هنا معاها الخضار، ف انت بتشتري اللحمه بالخضار بتاعها، فاللي هو انت مش محتاج بقى تحتار ما بين الخضار واللحمه، انت بتشتري الباكت على بعضه، تمام، وجاهز على طول تحط في النار وتديله بس. يعني والقطعيات بقى المختلفه باسعارها كلها. يعني مثلا دي كانت ب5 دولار الباك دهوت، لو انت شخص لوحدك هتتغدى مثلا بقى ب3 دولار و76. دي كويسة جدا، يعني حوالي كيلو ب17 دولار. ندخل على الجزئية بتاعت الأسماك، تمام. دي الكابوريا. احنا هنا ما عندناش تشكيلة سمك كتير عشان تكساس بعيد عن البحر، فمعظم السمك اللي بيجيلنا من أماكن تانية، تمام. بس عندك الفيليه التونة، دي أسعاره. ده سمك القط، اللي هو القاد هنا، بس مش عارف هو بصراحة اسمه ايه بالعربي، تمام. ده سلمون متبل جاهز. دي كابوريا، رجلين الكابوريا بس ب10 دولار ونص. ده برضو سلمون متبل. بعد كده عندك هنا دي سلمون حتة عملاقة، يعني احنا لو هنقارنها بدراعي فهي تقريبا طول دراعي كله. دي ب18 دولار و30 سنت. دي تاخدها انت بقى تقطع منها زي ما انت عايز، تمام. دي برضو نفس الكلام زيها. ده اللي هو تقريبا السمك البلطي بتاعنا، تمام. دول سمكتين في الباكج. وده المخلي بتاعه، فانت لو مش عايز تجيب السمك وتعمله، فانت عندك هو نفس النوع بس مخلي ب 19 دولار و19 سنت، تمام. عندك الجمبري ده شريمب، ده مطبوخ اوريدي، ده ب 8 دولار 29 سنت. ده لسه ني،
بحاول اشوف لكم السعر بتاعه كام. مش كاتبين، اهو السعر بتاعه ب $16 و26 سنت. ده وزنه قد ايه؟ 2 باوند. 2 باوند يعني حوالي كيلو ونص. ده الجمبري هنا بأحجامه المختلفة، أسعاره $7 و$15 و$10. دي الأحجام بتاعته كلها. ندخل على الجزء بتاع ندخل على جزء المخبوزات. العيش ده أحجامه تيجي تاخد 6 رغيفة ب$3. عايز أحجام أكبر فيه ب$1.25. بعد كده عندك الكرواسون، العلبة فيه الميني اللي هو الصغير. ده العيش الكبير، تمام. بيجي أسعاره متقطع طبعا. عندك كل الأنواع بتاعته كده. برضو لسه احنا في المخبوزات. لسه هنا برضو في المخبوزات. الكوكيز، الحاجات دي شكلها طبعا تحفة. دي كده الجزء بتاع الحلويات والتورت. هنا البطاطس صراحة تحفة. الكيسة دي كلها دي 5 كيلو ب$5 و44 سنت. في بقى لو انت مش عايز الكيس وعايز تجيب البطاطس دي، الباوند ب$1.18. في البطاطا هنا وده الموز الباوند ب50 سنت. نص $1 يجيب لك نص كيلو موز. بعدين بقى الخضار او السلطة عموما جاهزة في اكياس ب$3 وفي ب$2. وفي خضار متقطع، لو انت يعني مكسل ان انت تقف تقطع الخضار اللي انت شاريه، فانت ممكن تشتريه متقطع جاهز. هنا التفاح بصراحة عجبني جدا، شكله تحفة. ده الخوخ ب97 سنت. احنا جبنا شوية حاجات سريعة كده نحاسب عليها بسرعة. بحاول، ايوه اهي.
فبعد ما انت بقى بتخلص بتحاسب لنفسك في كل حاجة، بتحط الكارت، ترجع بقى كل حاجة تاني. زي ما بس بمنتهى السهولة كده احنا خلصنا الشوبينج بتاع النهاردة. ناخد بقى الحاجة نروح نحطها في العربية ونتوكل على الله. فزي ما انتوا شفتوا هو المكان فيه كل حاجة. احنا طبعا ما عرفناش نلم كل حاجة في المكان لان احنا محتاجين يعني ساعات كتير قوي علشان نتفرج على كل حاجة في المكان، بس احنا لمينا على قد ما نقدر الحاجات الأساسية اللي انتوا هتحتاجوها. تمام، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى مفاجأة هيعجبكم جدا عن حاجة برضو انا اتسألت عنها كتير. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، تعمل لايك للفيديو لو عجبك. اشوفكم الفيديو الجاي الاسبوع الجاي، هيبقى مفاجأة، فيديو من احلى الفيديوهات اللي انا شخصيا مستنيها. فمستنيكم كلكم، اي سؤال اسألني في الكومنت. شكرا ليكم، السلام عليكم.